طالبناها في 2017 و2019 2021 ولم تمنح لنا. اخر مره، المره الاولى والاخيره سيتي في 90. المغرب سيدريت نظموها في 88، ولكن في 2015 عطاوها لنا بالتنازل. هذه وحده. اثنين، كاين ملف بين نيجيريا والبينا. البينا ما خداش الفرصه تاعو اكيد، ولكن في لو دوسي كوما كاين نيجيريا. نيجيريا داتها في 2000 مع غانا. احنا احسن من نيجيريا وما معاهم البينا. يبقى اللي احسن منا هو زامبيا. اللي ما نضمتش طبعا. لو نكونوا احنا زامبيا كيف يعطوها زامبيا بناء على الماده 23 نقول لك عادي، ولكن انه يديها المغرب واحنا عندنا الاولويه بموجب قانون الكاف، هذا امر غير مقبول. هذا الديتاي حاب نقول لك. وفيها هنا لعبه لي كوليس، سي امبورطون. كي تشوف انت لي فوتون اللي بعثهم لك الشيخ لي 23 لي مون تاع البيرو اكزيكوتيف، ديجا اصلا انت عندك ملي ناف كاين 23، كاين 6 زون مناطق، كاين 6 زون 5 كيما حنا لي ناف زون السونتر سونتر سونتر واسي السود. حنا عندنا زوج في الباقي 5 يعني 5 2 10، والسود اللي فيها لافريك دو سود فيها 3 صافي 13. زيد 6 تاع لا فيفا اللي فيها لقجع وهاني ابو ريده وتاع نيجيريا صات في 13 6 19. صوت في مينا 20. رئيس الكاف 21. زوج كوبتي اللي عينوا رئيس الكاف، عين واحد من الصومال وعين احمد يحيى سي 23. هذوما اللي فوتيو. اللعبه وين حصلها انت؟ ديجا اصلا المنافس تاعك هو داخل في الاكزيكوتيف اللي هو القطع، والقانون يعطي له حق التصويت، عندك انت هاني ابو ريده تقدر تكتب الصوت تاعو. عندك التونسي في وديع الجاري تكتب الصوت تاعو. لوجيكمون تاع موريتانيا عندك علاقه مع احمد يحيى جنوب افريقيا. يبدا اللعب حتى ورحنا للفوت، يبدا اللعب انه تكسب اصوات اعضاء المكتب التنفيذي. وهنا تدخل الاله الدبلوماسيه، تتعدى الاتحاديه لانه اصلا ماكش موجود. حتى انت لو سبونسور ماجور ديال توتال تقدر تلعب عليها باش بور افوار دي بوا، وتلعب من مور ما تدي لاكاد على انك اليوم تكون داخل الكوميتي اكزيكوتيف، يكون عندك اللوبينغ تاعك، وتكون عندك علاقات مع افريقيا من الجانب الرياضي ومن الجانب الاقتصادي، وهذا شيء مهم جدا. شوف، جايد زفزاف او جايد زفيزف عطى الانطباع على انه اصبح قوي في الكاف، وكان عنده يا ربي 60 جور من الكاف بوتيت موا. وهذا الانطباع اللي طرحوا لي زالجيريان ميم اترافير لا راديو، قال جي تاتات مع موتيبي افيك فانتينو، يتكلم على نفسه، حب يعطي قيمه كبيره لنفسه على اساس انه قوي. وهذه مغالطه كبيره، لانه يتكلموا معاك وعطاوك الكلمه في لاسومبلي تاع لا تنزاني، لانه لو شان حيديروه في الجزائر. هذه اولا. ثانيا، كانت هناك قضيه صحراويه لجنوب افريقيا تبارطاجيها مع الجزائر، خلاوك تتكلم جوست باش يعاودوا يبدلوا القانون اللي غلط فيه زوتشي اللي فوتا من حيث لا يدري على قرار منع الصحراء الغربيه، اللي قالوا يعني باش تكون عضو جديد في لاكاف لازم تكون عندك عضويه بارونتيير في لوني. ولكن التاتات هذاك ما يعنيش انك قوي. باش تكون قوي في لاكاف لازم اولا تكون في ليكزيكوتيف كما قال الشيخ ياسين، لازم تكون في المكتب التنفيذي، هذا امر مفروغ منه. ثانيا، هناك المصالح وليس الصداقه على مستوى الكاف. واش تمد لي واش نمد لك، اسكو جو في غاني من العلاقه تاعي معاك ولا كي ندير معاك اللوبينغ. احمد او لقجع مثلا مؤثر في لاكاف، يعني كما عده اعضاء مؤثرين في لاكاف. وموتسيبي ميزا بال لو شان ماشي لاكانا، تنظيم الشان تختلف تماما، ما فيهاش اموال كما لاكان. اذا اليوم سمحوا لنا نلعبوا في عنابه مثلا، الملعب ما كانش جاهز اليوم، ممكن يكون جاهز جوست قبل لو شان. ما يعنيش بلي احنا موتسيبي راح يرضخ للجزائر ولا للاتحاد الجزائري جوست باسكو عندنا زفزاف، ولا جوست بو اوني لالجيري. ما تمشيش الامور بهذه الطريقه، فيه لعبه مصالح. ونعطيك الدليل على ذلك. في كي كان راهو قوي او نيفو دو لاكاف، كان قوي، كنا نقولوا البراد راه حليف حياته. عطانا لا كوب دافريك 2017 ما عطاهالناش. مد 2019 على ليبوك سيتي الكاميرون بلادو كما قال الشيخ، 2021
Côte d'Ivoire, c'est par rapport à Jacques Bernard Anouma. Et 2023, par rapport le droit de c'était Kabylie. Et pourtant, la Guinée, il y a quand même 2023, ما ترشحوش اصلا. لا كاف ما فتحش ترشيحات لهذا الشيء. اثنين، خير الدين زرتشي ملي طلع في لا فيدراسيون والحاشيه تاعو تقول لك يقولوا لك او قرا مع انفانتينو وقرا مع انفانتينو صديق انفانتينو قعدنا في صديقه صاحبه فهموا الناس بلي لو فات قرا معاه الى قرا معاه بين قوسين يعني سي بون يمشي بالعقليه الجزائريه يا اخي صاحبه قرا معاه في النهايه نهار اللي داروا قسموا الكعكه تاع لاكاف كي كان انفانتينو جا موريتانيا على هامش شامبيون دافريك تاع اليو 20 قبل مارس هو وزتشي ما كانش رئيس الاتحاديه كان هنا قاعد في بارادو انفانتينو اللي قرا مع زتشي تفاهم مع جاك انوما وتفاهم مع احمد يحيى تاع موريتانيا قالوا سحبوا الترشح تاعكم تروازيام لو سينيغالي سي سا لو سينيغالي جبدوا وخلى غير موتسيبي هو الى شوازي موتسيبي والاخر عطى له كونسيي انو عطى له كونسيي احمد يحيى تاع موريتانيا واللي يعني قريب من انفانتينو هو شوف قرب من انفانتينو عطى له بريمي فيس بريزيدون جو بونس والسينيغال عطى له واقيلا دوزيام فيس بريزيدون عطى له لا فيس بريزيدونس ومن بعد المغرب تما اللي كانوا حاضرين وين كان غايب تاعنا صاحب انفانتينو كان غايب عطى لهم زاد لهم في جدول الاعمال قال نزيدوا نقطه انه نفوتيو على البلد اللي ما يكونش عنده عضويه في الوني ما يكونش عضو في لاكاف هذه كانت على النصحه الغربيه ووافق عليها انفانتينو صديق زرتشي يعني الصداقه ماشي لا تفرق بشيء لانه انفانتينو مشى مع الناس المؤثرين في لاكاف ما تنساش لاكاف توزن 54 صوت من اصل 211 لازي فيها 46 يعني بين لازي والافريك سي لا مواتي مشى مع المصلحه ديالو في النهايه اليوم كي تقول لي احنا باسكو جاهد بزاف عنده دوما ما يطلع حيكون مؤثر ويسمعوا له ويخافوا منه ما تستغبيوش الناس هذا مبالغ فيه قال كلام مليح كلام مهم جدا اللي قالوا موتسيبي اللي عنده يعني خلفيه وتفهم منه بلي ممكن جدا ما يمدوناش لاكوب دافريك قال كو اورغانيزاسيون تكلم بزاف عليها كو اورغانيزاسيون مر المغرب ممكن يديرها مع موريتانيا لعده اسباب موريتانيا دات كوب دافريك تاع لي ايفا واحمد يحيى مقرب من موتسيبي مقرب من انفانتينو تقدر دير كو اورغانيزاسيون الا حبوا يعني المغرب يديروا يعني على حساب التوجه ديالهم تاع لاكاف يبدوا 2 3 ولا 4 ماتش ولا 6 ماتش ولا لا موريتانيا والباقي كلها تندر في المغرب واضح. لذلك اليوم كي تكون في الكوميتي اكزيكوتيف وعندك مصالح ربما اقتصاديه للمغرب عندهم دي بارتناريا هذه صافا جوي يعني الناس يكون عندهم التأييد وبالتالي باش اليوم نقول الحمد لله كاد 2025 نكونوا مؤثرين وحنا ما عندناش مكان في المكتب التنفيذي اعتقد انه هذا مجرد كلام.